في يعني احاديث في السنه النبويه، وقلت لحضرتك لا تنتظروا المهدي المنتظر الذي لا ينتظر. ايوه، يعني انا عندي، احنا قلنا المره اللي فاتت مجموعه من الاحاديث ليه بتنكرها وليه بتقول انها ليس لها سند حقيقي. معلش انا لازم اعمل اعاده للحته دي للمشاهدين عشان احنا نعمل فلاش باك على الحلقه اللي فاتت. ماشي. فهو ده السؤال. المساله انه اللي بيؤمنوا بالمهدي المنتظر، انا ما بقولش راي، انا بقول تحليل دقيق لكل من كان له عقل. أيوة. اما اهل النقل بلا عقل يقولوا زي ما هم عايزين. احنا دلوقتي في عصر كل حاجه فيه ماشيه، وربنا سبحانه وتعالى ما بيخاطبش مجانين، بيخاطب عقلاء. والتكليف اصلا للعقل، يعني اللي ما عندوش عقل مش مكلف وما يصليش وما يصومش، مش عايزين منه حاجه. فاحنا دلوقتي بنقول المهدي المنتظر لا ينتظر ليه؟ شوف الاحاديث اللي وردت فيها. اولا لم ترد في اعظم رجالات الحديث، لم ياخذوا بها. مين هم اعظم رجالات الحديث؟ البخاري ومسلم لم ياخذها بها. ونخلي بالنا انه اصح الصحيح ما اجتمع عليه البخاري ومسلم، وفي كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ودول اصح الصحيح. في بعد كده اصح الصحيح بعدهما من فرد به البخاري، اصح الصحيح بعدهما من فرد به مسلم. بعد كده بقى قولي درجة رابعة ودرجة خامسة ودرجة سادسة، هم بقى جايبين الإيمان بالمهدي المنتظر من أحاديث الدرجة الخامسة والسادسة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل القرآن تكلم عن المهدي؟ لا. وبعدين ده بينسبوا للمهدي أكثر مما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ يعني بيقول إنه هيملأ الأرض قسطا وعدلا. يعني أنا عندي هنا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. أيوه. ثم يخرج رجل من عترتي أو أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. بالظبط كده. هذا الأمر، هل النبي عليه الصلاة والسلام ملأ الأرض عدلا وقسطا؟ ده يدوب على قد يثرب ومكة المكرمة. ده بينسبوا للمهدي المنتظر أكثر مما نسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هل المهدي المنتظر لما يجي هيبقى أكثر من في الأرض هيبقوا كويسين وحلوين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هل ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن تطع أكثر، إنه أكثر الناس غير مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هل المهدي المنتظر هيخلي المؤمنين؟ احنا لازم نعقل شويه. وبعدين تعال نشوف بقى المهدي المنتظر وقصته وحكايته ومين هو. في احاديث نبويه، في احاديث الدرجه الخامسه والسادسه، لانه قلنا احاديث الدرجه الاولى والثانيه والثالثه ما فيهاش مهدي منتظر، فيها بالتلميح ولا بالتلميح. اللي بيقول انها بالتلميح بيحاول يلوي عنق بعض الاحاديث ويقول هو ده مهدي منتظر. ما هو اصله اللي مريض بالهوى والهوس يقوم يفتكر كل حاجه خيال قدامه ويقول هو ده. وبعدين هل يعقل ان يعني يظهر اكثر من حديث؟ يعني في حديث لا مهدي الا ما انا لسه جاي في الكلام. يعني النهارده في احاديث في الصحاح اللي هي الدرجه الخامسه والرابعه دي، ان النبي عليه السلام بيقول: لا مهدي الا عيسى ابن مريم. ايوه. وهي برضو نفس الصحاح، هي برضو تقول انه المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. طيب ايهما نتبع؟ وبعدين ده في اهل السنه. نيجي بقى لاهل الشيعه، تلاقي يعني حواديت. يعني مثلا على سبيل المثال هتجدي الشيعه الاماميه دول بقى عده فرق. الكامليه بيقولوا ان الامام المهدي ده هو رجعت علي بن ابي طالب، هيطلع بعد ما مات يرجع تاني. النفس الزكيه سيدنا علي هيرجع؟ امال ايه؟ النفس الزكيه المحمديه بيقولوا برجعه محمد النفس الزكيه. الباقريه يقول برجعه محمد بن علي بن الحسن المشهور بالباقر. النووسيه يقولون برجعه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المشهور بالصادق. كل واحد شغال. فهل بقى ده يكون عقيده؟ يعني ايه عقيده؟ العقيدة هي شيء لازم جازم يقيني عليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة، مش الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. أيوه. يبقى لما ألاقي الناس ده يقول إنه محمد بن حسن العسكري، وده يقول ده عيسى بن مريم، وده من اهل السنه، وده يقول انه لا ده فلان ده علي بن ابي طالب، وده يقول بس لا ده مش محمد بن عبد الله، مش من اهل السنه. بس الشيعه قال ان هو محمد بن حسن العسكري اللي هو الشيعه. ايوه. ولا
طب ما في الشيعة ناس قالت لا ينتظر مهدي منتظر، يعني مثلا الزيدية، الشيعة الزيدية والبترية لا ينتظرون مهديا من أي نوع. وعشان نعرف برضو المجوس وعباد النار بينتظروا مهدي برضو. احنا قلنا كل الشعوب يعني قبل كده زرادشت والبوذيين كلهم بينتظروا المخلص. وكل ده مخالف لكتاب الله. أيوه. مخالف للسنة الصحيحة لرسول الله. مخالف للعقل، بينسبوا له أشياء لم تنسب، يعني ما قدرش النبي عليه الصلاة والسلام يوصل لها. ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تكلم كثيرا في انه هذا العالم اغلبه كفار. واحنا لما عملنا احصاء في القرن ال21 لقينا ان 52% من سكان العالم لا يدينون باي دين سماوي، كفار خالص. يبقى هل النهارده انا اقول انه في واحد اسمه مهدي منتظر، وبعدين شوفي بقى ارهاصاته؟ يعني ايه ارهاصاته؟ يعني مقدمته في الاحاديث النبويه. مره يقولوا لك انه في اقتتال في مزدلفه يسيل فيها دماء، والراجل يجري ويروح عند الكعبه، فيروحوا يبايعوه بين الركن والمقام. احنا هنيجي بقى هنيجي ومره يقولوا زلازل، ومره يقولوا علاماته زلازل، ومره يقولوا علاماته ظلم كتير. ده سؤال انا هساله للعلامات قبل مجيء المهدي، عشان ده عايز اتكلم فيه. بس يعني هسال الشيخ حسن